جبران خليل جبران، نحن لا نختار من نحب، بل قلوبنا تختار لنا، وتختار أحيانا ما لا يشبهنا. هل شعرت يوما أنك تعرف أحدا منذ زمن لم تعشه؟ أن عينيه مألوفتان وصوته مأمن قديم لا تذكر متى دخلت إليه؟ ذاك ليس وهما، تلك لحظة لقاء الأرواح. توأم الروح ليس من يشبهك في كل شيء، بل من يفهمك دون أن تشرح. هو الذي تمر أمامه كالعاصفة فيدرك أنك هارب من وجع لا من ريح. هو الذي يرى حزنك حتى وإن كنت تضحك، ويسمع في صمتك ألف كلمة لم تقل. لكن الحقيقة الأصعب أن توأم روحك ليس دائما من تكمل معه الطريق. أحيانا يأتي ليوقظك لا ليبقى، ليريك من تكون قبل أن يغادرك إلى حيث لا تدري. توأم الروح ليس وعدا بالخلود، بل مرآة تريك حقيقتك. قد يأتي في هيئة حب أو صداقة أو لقاء عابر يبدل حياتك إلى الأبد. ولا تظن أن الفقد ينهي القصة، فالأرواح التي تعرفت يوما تبقى متصلة خفيا في الحلم، في الصمت، في ذلك الشعور الغامض بأن شيئا ما يناديك حين تهدأ الأيام. إن وجدت توأم روحك فأكرم اللقاء، وإن فقدته فأكرم الذكرى. فالأرواح التي عرفت الحب على مستواه الأعلى لا تموت، بل تتحرر. أنا لا أناسب أحدا إلا نفسي، فلا أنا أجيد المنافسة، ولا أنا ألتفت لمن يعشقون المقارنات. لم أخلق لأقف في طابور يشبه الجميع، ولا لأدخل سباقا لا يشبه خطواتي. أنا طريقي وحدي، وأفكاري وحدي، ونبض قلبي يكتب لحنا لا يستطيع أحد نسخه أو تكراره. تعلمت أن قيمة الإنسان لا تقاس بمدى تشابهه مع الآخرين، بل بمدى صدقه مع ذاته. لذلك لا أبحث عمن يتفوق علي، ولا عمن أتفوق عليه، بل أبحث عن نفسي، عن نسختي التي أستحق أن أكونها. لا أريد أن أكون الأفضل في أعين الناس، بل الأكمل في عيني أنا. فكلما حاولت أن أرضي الآخرين فقدت شيئا من ملامحي، وكلما اقتربت من نفسي اقتربت من حقيقتي التي لا تشبه ولا تقارن. أنا نسخة واحدة، وقد أكون بسيطة في نظر البعض، معقدة في نظر الآخرين، لكنني في النهاية أنا، وهذا يكفيني. فمن عرف قيمته لم يعد يحتاج إلى سباقات، ومن وجد مكانه لم يعد يبحث عن مقارنات. الندم الحقيقي ليس على مال يفنى، ولا على دنيا تزول، بل على قلب آويته فخان، وصاحب كنت له السند فغدر. ترى من أحسنت إليهم ينهشون سيرتك ويزأرون عليك، وقد كنت الحارس لهم والحامي لظهورهم. فأي جرح أعمق من غدر من كنت تحسبه حسنا لك؟ لكنها دروس الحياة. تعلمنا أن العزة بالله لا بالبشر، وأن من جعل وفاءه لوجه الله لا يندم على إحسانه. فالخيانة تعري أصحابها، والكرامة تبقى لصاحب القلب النقي. لا أحتاج إلى معرفة مكانتي عند الآخرين، بل تكفيني مكانة النفس عندي فقط. ومن يظن أن قيمتي تقاس بنظرته فهو واهم. أنا لا أنتظر تصفيق أحد، ولا أحتاج شهادة من أحد. أعرف تماما من أنا، وأعرف كم تعبت لأصل إلى ما أنا عليه. فليتحدثوا كما يشاءون، وليحكموا كما يريدون، فكلامهم لا يزيدني إلا قوة. أنا لا أبحث عن رضاهم، لأن رضاهم يتغير مع اتجاه الرياح. أما أنا فثابت، لا أنحني إلا أمام قناعاتي. إن كنت تظن أنك قادر على التقليل مني فجرب، وستكتشف أنك كنت تحاول لمس جبل بكلمة. أنا لست نسخة من أحد، ولن أكون تابعا لأحد. أنا، وهذه وحدها تكفيني. ارتفع لترى لا لترى، ارتفع لتفهم لا لتتباهى، ارتفع لتتجاوز الضجيج لا لتصنعه. فحين ترتفع تتغير الزاوية، وتتسع الرؤية، وتدرك أن ما كان يبدو جبلا ليس سوى ظل صغير من بعيد. فالارتفاع الحقيقي ليس صعودا بالجسد، بل صفاء في الروح، وثقة في الطريق.
فهناك من يصعد ليرى، وهناك من يصعد ليرى أكثر. الأول يلهث خلف التصفيق، والثاني يهدأ في حضرة الحقيقة. ارتفع لتتعلم كيف تصغر الأشياء التي كانت تثقل قلبك، وكيف تتضح الطرق التي أربكتك يوما. فالعلو ليس مكانا تصل إليه، بل حالة وعي تسكنك. ارتفع لا لتثبت أنك فوقهم، بل لترى كم كنتم جميعا صغارا أمام اتساع السماء. وحين تصل إلى هناك ابتسم، ليس لأنك بلغت القمة، بل لأنك أدركت أن القمة كانت فيك منذ البداية. لا تنسى الإعجاب والاشتراك. شكرا.